ده اللي حصل لنا النهارده، اللي يتقال ولا ينحكي ولا يسألوا عنه الناس. انا ومي وسيد كنا في مول الامارات، وإذ فجأة سيد مع بنات اول مرة يروحوا دبي سابنا ومشي. قلنا احنا ايه؟ هنكمل سهرتنا ولا قلنا ألف في بركة. حاجة حصلت. قلنا نشرب حاجة في أي كافيه. ما حسيناش بالوقت. وبعدين بكلم ماما فيديو كول وانا بكلمها بنتي يا مي، فعماله لي في كده وهي تقول لي الاء هي ليه المحلات بتقفل ومفيش ناس في المول؟ احنا قلنا يمكن مول على قد حاله يعني فبيقفل بدري. الامارات مول يعني مول مثلا مول يعني الامارات نفسها. لقيت سيد بيرن، ايوه يا سيد. قال لي ايوه يا الاء، ها انتوا فين؟ قلت له احنا قاعدين في الكافيه. قال لي كافيه ايه؟ قلت له اللي في المول. قال لي ايه؟ انتوا لسه في مول الامارات؟ قال لي انا قايل لمي ان انا مش جاي، ما تستنونيش روحوا. انا قايل لمي ان انا مش جاي واحنا الاتنين في دبي. ايوه احنا بيحلوا الاغنيه بلا ده وجع قلبي يا شيخه. لقيت سيد بيفاجئني وبيقول لي ايه يا الاء الحقوا، ده المترو بيقفل الساعه كام؟ 11 واحنا كانت الساعه في رينج 10:30. قلت لها يا لهوي يا مي، انت ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده؟ قالت لي سوها عليا. سوها عليا. انا بصراحه كنت عايزه اقعد عشان كانت تليفوناتي 12%، وانا بحبها واحنا راجعين في المترو افتح نت. من الناس مش مهتمه دي تفاصيل بشكلك مش الشخصيه. قلت لها يلا يا مي نجري علشان نلحق المترو. قالت لي الاء ما تجريش هنلحقه. امشي عادي، الساعه لسه 10:30. احنا بقى ماشيين في الممر ايه رايح جاي، في ناس خارجه ومفيش اي حد داخل، مفيش غيرنا احنا الاثنين داخلين. فانا عماله اقول لها يا مي شكله قافل، تقول لي انت متخلفه قافل ايه؟ ما في ناس في ناس خارجه. اهي خارجه. المهم هي اقنعتني، بس فجاه لقيت مي بتبص بصات كده ولقيتها بتجد. حسيت بدات اتوتر. وسيبنا الطرقه اخر طرقه اللي احنا هنركب فيها بقى في المترو. كنا بقى في الطرقه دي خلاص بنجري. مش بنركب خلاص بقى كان شيء مريب. احنا الاثنين بس في الممر كله. فجاه كان الممر ده ما فيهوش غير انا ومي وواحد اللي هو شغال في المترو وواحد تاني. حظنا ونصيبنا الواحد اللي شغال في المترو شافنا جايين بنجري قال لنا انتوا رايحين فين؟ ما تنكريش ان انا لغتي الانجليزيه صح سعفتنا. هي اللي عقدتها زمان قاعد بعيط في المحطه لحد دلوقتي. الفصل اللي فيه جوجل ترانسليشن بليز سير وير از مترو ستيشن ذا لاست ترين. قال لي لا خلاص سوري تو ليت. ما فيش في الممر غير انا ومي وايه واحد تاني كان راجل. هندي كان متاخر زينا. بس كان واد هندي. طبعا انت ما ينفعش تمدحي عشان انت ايه ست متجوزه. لا انا ما بمدحش، انا هوصفه. هو كان شبه الهنود اللي هم اللي بيطلعوا في الافلام الهنديه. ايوه شبه شاروخان والحناس دي. ايوه كان ولد شيك كده وريحته حلوه وامور ولياقه ورشاقه. مش اي حاجه بتتقال غير بدليل. صح. اول دليل الشهامه نتكلم عليه. الولد راح قايل لنا طب ويت وير ار يو جوينج؟ قلت له وي ار جوينج تو ديرا. قال لنا وانا كمان. قلنا بس دي صدفه. صدفه بس ليه كده؟ لا هدي افتكرت الموقف. ذا لاست مترو خلاص انتهى. هو كمان وانا ما لحقتوش. قلنا له ولا احنا نعمل ايه؟ احنا بنات في اراضي غريبه. قال لنا تعالوا ورايا نركب الباص ستيشن. هو رحنا نسال قال لنا ذا لاست باص برضه ماشي. قلنا يلا خد الشر وراح. اللي يروح انا هقعد هنا مجروح. المهم كان هو اللي ماسكين المحطه هنود برضه. قام هو قعد يرطن معاهم بالهندي. احنا كنا انا وآلاء فاكرينهم بيشتمونا او بيتفقوا ازاي بقى يخطفونا بقى ويسلكوا الحتتين دول. قلت له بليز سير لا سبيك ان انجلش بيكوز اي ونت تو اندرستاند. سوري بقى. انا كنت واثقه في الواد الهندي بصراحه. كنت واثقه في ابن خالتك. مش بس هو كان شكله اهل للثقه. لا يا اختي ما بس انا لا اثق. الاول قالوا لنا هتركبوا الاتوبيس ده تنزلوا تركبوا مواصله ثانيه. قلنا يلا يا بنت ايه نتفسح. الاء دي كانت مرعوبه وركبها عماله تعمل كده. ونقول لها يا بنت اهدي ات از ان ادفنتشر. تقول لي يعني ايه؟ اقول لها مغامره يا بنت. سيبينا ننبسط. يعني ايه اروح كل يوم الساعه 11؟ احنا من عيله محافظه ما اخشش البيت قبل 3 الفجر. ركبنا الاتوبيس. احنا دخلنا انا ومي بنطلع الكروت. الراجل قال لنا ايه خش ما تدفعوش. دخلوا ما دفعناش. ايه الظاهر الواد الهندي اللي كان معانا ده شحت علينا. قال لهم عيال شحت علينا يا دفع لنا بقى. ما هو شهامه بشهامه. المهم دخلت انا ومي كنا مبسوطين جدا ان احنا ما دفعناش فلوس. الحمد لله الف بركه. وبعدين فجاه قام السواق منزل الواد الهندي وقمنا جاريين وراه. كان طريق كده كبير رايح جاي. ايوه انا فاكراه مش هيروح بالذاكره دي. كانت الاضاءه صف. ايوه
كان في اتوبيس معدي الناحيه الثانيه، اه. قال لي الاتوبيس ده رايح يقف في الستيشن، وده اخر باص. لو ما لحقتهوش خلاص، فاحنا بعد اذنكم هنجري هنطلع نعدي كوبري المشاة، ننزل هنجري ورا الباص لحد الستيشن ونركب بقى نلحقه في الستيشن بسرعه، لان هو بيقف في الستيشن 3 دقايق. 3 دقايق. مش عارفه كان جايب الثقه فينا دي منين. بس الثقه اتهزت اول ما نزلنا في الاتوبيس. انا ما كنتش فاهمه اللي بيحصل قوي، لان برضو الهندي مش واضح. فجاه لقيت الواد الهندي نزل من الاتوبيس، ولقيت مي وراه بتقول لي اجري يا بس الواد استني بقى، استني عشان الحته دي بتاعتي. الواد الهندي الصلاة على النبي راح ضارب سبرنت وراح مسقط غيار. وصل عند الكوبري المشاة، وبعدين اه. بيبص وراه لقى انا مي لسه عند الاتوبيس. جوزين بط من الفيوم بيتدحرجوا على الترعه. التيكي تشيكي تشيكي تشيكي. رجع لنا تاني قال لي بقول لكم ايه، انا هطلع على السلم وانتوا ايه خدوا خدوا الاسانسير الاسانسير. وانا هوقف الاتوبيس. احنا جرينا طلعنا في دخلنا الاسانسير. الاسانسير. سواق الباص اللي ركبنا معاه من مول الامارات قال لنا لو فاتكم الباص رقم 21 ده اخر باص، وقابلوني لو روحتوا هنطلع نجري. فاحنا الولا نزلنا لقيناه مفلق، يعني احنا شايفينه في الاسانسير من الناحيه الثانيه ازاز، يعني هو عدى الكوبري للمشاة ماشي ونزل الشارع جري. بدأ يجري واحنا لسه ما احنا لسه في الاتوبيس، احنا لسه في الاسانسير. اخدنا بقى الطرقه دي جري، اللي هو عدينا كوبري المشاة، نزلنا في الاسانسير. تمام، واحنا في الاسانسير بقى شايفينه ايه، بدأ يختفي من نظرنا. يصغر مش بيصغر من نظرنا، هو بيصغر عشان هو بيبعد. لا هو بيصغر وبيكبر في نظرنا. بيصغر في رؤيتنا. المهم واحنا نازلين في الاسانسير ومشدودين كده، ما بتقول لي بصي صوري الواد اللي هندي العسليه. بصي بيجري ازاي. يا زفت انت انزل اعملي زوم على الواد الهندي الجميل القمر. طب ده وقته، احنا في ايه ولا في ايه؟ زمان قال لنا الواد يلا نجري. صدقي وتهني بالله اختفى. لا الله اكبر، زمانه دخل الرعايه الواد ده زمانه مات. الواد ده عليه صحه. الست دي عجوزه بس صحتها كده. طبعا انتوا عارفين لما بيبقى فيه عضله واقفه لمده طويله وفجاه تفاجئها بمجهود سريع. اول ما ركبنا الاسانسير العضله شدت. انا وآلاء طبعا انا عندي استجماتيزم وبعد نظر، ما بشوفش اللي بعيد. قلت لها بنتي يعني الواد اختفى عن الانظار وانا مش قادره اجري. وانا مش قادره اجري. انا تركت الموضوع ده. لحقنا الباص لحقنا، ما لحقناهوش مش نصيبنا، مش مكتوبه لنا. كل خطوه والتانيه لحسبنا على سيد. والله مش قادره اتصل بينا قبلها بربع ساعه. احنا ازاي نقعد في الشارع للساعه دي؟ نستاهل. رقاصك سيبتك لله يا سيد. حسبي الله ونعم الوكيل. صحته حلوه الواد ده. بتقري على اللي هيساعدنا ليه؟ استنى اما نوصل. وصلنا لغايه مفارق طرق. فانا عماله اقول لها يا مي طب نمشي على طول ولا نخش كده؟ واد يا هندي المحطه هنا ولا هنا؟ ما احنا مش شايفينه. اضرب بعيني يمين. الواد الهندي يا عين امه واقف جنب الاتوبيس في شارع ضلمه كحل وبيعمل لنا كده. ولا الناس اللي بيبقوا واقفين مستنيين الطياره تنزل على المدار. زي بتقول لي ايه؟ بتقول لي الواد قالت لي اجري يالا. شافت الواد الهندي تاني بقى ده طبعا. قلت اوريه الرشاقه المصريه. قال يعني هي بس تجري كل اللي فات ده. قلت لها هات يا مي كان معانا شيء. اشيل بقى كده الحماسه اللي كانت في عينيها كانت مخوفاني. لسه بجري يا اختي خطوتين وراحت الشنط كلها متفتكه في الارض. المهم مي تنزل ايه، تشيل شنطه وتقوم التانيه تقع وتتفتح. تشيل شنطه وتمشي خطوتين التانيه تقع. قام الواد الهندي صعبنا عليه للمول المره التاسعه باين. لقيته جه جري قال لي ويت وقال لي فيما معناه يعني ان هو شحت علينا تاني. وقال لي سواق الاتوبيس ان احنا جوز نساوين تايهين. الف بركه. 3 دقايق هم يا دوبك المسافه اللي احنا هنمشي فيها 50 متر دول. احنا مش قادرين. اول ولا عمال يلم في الكياس وحاجه نيله. شكلنا المهم والنيوز اتقطعت مسكينه عطشانه من معكشها. زي الارنب. دخلنا الاتوبيس. انا ما كنتش خايفه ليه؟ لان انا كنت فاتحه الجي بي اس. انا لا اؤمن لا اؤمن. ايوه لا اؤمن ما بامنش لحد. ما تامنوش لحد. الخازوق يصلك من اي مكان. لما كنت معانا عرض الخوازيق. قلت
نطلبه من تميمه دليفري. قعدنا كتير قوي. وقيس فجاه لقيت مي بتقول لي بنتي يا الاء الواد الهندي العسليه ده بيقول لي لسه فاضل 10 معطل. فات 20 وفاضل 10. أيوة. طول ما احنا قاعدين في الباص بقى ويروح لافف كده مدينا ايوه لا بعت لي نظره بعتله يلا ان شاء الله ما حد يحوش. مش خساره بيك بعد الجري الحلو ده. وصلنا بقى عند المحطه اللي هنركب منها اخر مواصله، فانا قلت يعني نشكره برضو الواحد تعب معانا وجري شويه سبرنتات بلا هدف يعني صعبان عليا عشان مين؟ عشان اشكالين. بس كان نفسي بصراحه اخد تليفونه، ودي حاجه من الحاجات اللي انا ندمانه عليها، بس انا برضو مش ندمانه. بس ودني اساليني قولي لي ليه اصل بصراحه كان لابس حلق وانا بينزق من نظري قوي الولد اللي بيبقى لابس حلق. عشان كده بعد ما ركبنا التاكسي وروحنا قعدت يومين بعدها تصلي وتدعي يا رب لو قابلت صدفه يا رب لو عطلتني في الواد الهندي ده لا اذبح ارنب واوزعه على الناس اللي في الفندق. ايام سنجل لسه متفرغه ماشي هكرس له كل وقت. كرس له ولا هكشكل له؟ عن يحرق يخرب تعالى. انا نازله قول لي يا رب ربنا يحطني في الواد الهندي تحت. صدفه مريبه. اول ما تقابل الواد الهندي القمر ده في وشك. Do you remember when we were late 2 ladies and you me بس كنت لابسه لبس مختلف. and another lady her color is mocha. Tell me what do you do in Ankara? يلا لا بجد روحي مش يلا انت بخش نامي بس. انا معقده نامي جوه جوه